بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. النهاردة فيديو جديد سهل وبسيط وهيعجبكم جدا إن شاء الله. هيعجبكم جدا ومتأكدة النهاردة عشان هنعمل أحلى أكلة مصرية مشهورة جدا. هنعمل الكشري المصري على أصوله. عايزة أقولك بقى لو انت أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. العدس دوت نغسله كده مرة واتنين لغاية ما ينضف معاكي كويس جدا. وبعد كده انا هبدأ اني انقعه كده حوالي لمدة ساعة في المية دي كده زي ما انتوا شايفين، مية عادية خالص. بعد كده بقى تعالي هاخد كده عندي العدس وهنزله كده في حلة على النار وهسيبه كده حوالي 10 دقايق بس. انا مش عايزاه انه يستوي، هيطلع معايا يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم دوت. لسه ما استواش، ما بقاش كامل السوا، لان انا هكمل تسويته معايا في باقي المكونات عشان نختصر كده الخطوات. هنسيبه بقى كده. تعالوا برضو نجهز اهم حاجة بقى بتاخد معانا وقت في التسوية، هي الحمص. معايا كده كوباية من الحمص هسيبها بقى تتسلق على النار. هروح بقى اجهز حاجة تانية عندي، المكرونة. معايا نوعين من المكرونة، الاسباجيتي والصغيرة دي. النوعين دول بيبقوا حلوين قوي في الكشري المصري. كسرت كده عندي المكرونة الاسباجيتي، وهبدأ بقى اني اضيفهم كده معايا في الحلة. جبت عندي الحلة على النار وضفت فيها المية ورشة من الملح. ونقطة مهمة جدا هنا معاكي وانت بتسلقي المكرونة، خلي بالك انك ما تطلعيهاش كاملة في التسوية، يعني يكون فاضل لها حوالي دقيقة واحدة بس كده وتصفي عليها وتصفيها كمان من المية وتركنيها على جنب. ما تقلقيش خالص، التسوية هتكمل تاني وهتبقى معاكي مظبوطة. ليه بس؟ عشان ما تطلعش معاكي وتكون معجنة في الاخر. تعالي بقى شوفي معايا التركة البسيطة جدا بتاعتي اللي بعملها في المكرونة بتاعة الكشري المصري. انا مش بخليها بس مجرد طعمها كده طعم مكرونة مسلوقة في شوية مية وخلاص، لا، كده ضفت عندي حوالي معلقتين من الزيت، مكعب من المرقة زي ما انت شايفة كده، وهبدأ اقلبهم بقى كده. وهتشوفي احلى مكرونة بتاعة الكشري تكوني دقتيها في حياتك. طبعا احنا ضايفين الملح في المية وهي بتتسلق، فكده احنا كملنا الطعم. وشوية الزيت دول بيخلي المكرونة معاكي تكون مفلفلة زي كأنك عاملة رز كده، ما بيبقاش معجن. برضو المكرونة برضو لازم تخلي بالك من تسويتها كويس جدا. بصي ما شاء الله زي ما انت شايفة كده، مفيش واحدة لازقة خالص ولا معجنة، الحمد لله زي ما انتوا شايفين كده. وكمان هي تتاكل كده لوحدها، بقى فيها طعم كده جميل. الزيت وطبعا الملح وهي بتستلق ومكعب المرقة. مكعب المرقة بيدوب جدا على فكرة، لان هي بتكون لسه سخنة، بتضيفيه عليها وانت لسه مطلعاها على طول ومصفياها من المية، فبتبقى معاكي بالشكل الجميل ده. تعالي بقى كده يلا نجهز حاجة تانية مع بعض. هنبدأ بقى كده نعمل الرز بتاع الكشري. ضفنا بقى شوية زيت كده يكونوا كتار عشان الرز يطلع معاكي مفلفل وحلو. حطينا عليه الشعرية لغاية ما تاخد اللون الجميل ده اللي قدامكم، تاخد اللون الذهبي الحلو كده. اختصار بقى للخطوات، انا هعمل الرز بتاع الكشري. بيبقى طبعا رز بالشعرية زي ما انتوا عارفين، في ناس بتعمله كده لوحده رز بالشعرية بس انا هختصر خطوة وهضيف معاهم العدس ويكملوا تسوية كلهم مع بعض زي ما قلت لكم في البداية. وكده خلاص بدأت تاخد اللون الجميل، اللون ذهبي حلو قوي كده. نزلت بقى معايا كده بالرز، مقدار اللي انا حطيته. ضفت ربع كيلو من الشعرية وعليه نص كيلو من الرز. حبيت اقول لكم المقادير مظبوطة. هضيف بقى عليهم كده كوباية من العدس المسلوق اللي احنا سلقناه بس 10 دقايق. ضفت بقى مكعب من المرقة ومعلقة من الملح، وضفت المية معايا تكون سخنة، ونغطي عليه ونسيبه بقى يتشرب. انا عديت الخطوة دي بسرعة لان الاضاءة عندي كانت فاصلة. تعالوا بقى نشوف الورد بتاع الكشري. الحمد لله الإضاءة رجعت لنا تاني. هنعمل بقى أحلى ورد بتاع الكشري زي المطاعم بالظبط. أول حاجة بتقطعي معاكي البصل زي ما انت شايفة كده جوانح، وبتبدأي تفصليهم كده كل واحدة عن التانية.
تخلي كل واحده لوحدها. ضفت معايا كده معلقه من الدقيق ومعلقه من النشا، وهبدا اقلبهم بقى كده كويس جدا. وهنبدا بعد كده نحمرهم. كده الخطوه دي مهمه جدا قوي، ان انا بفتح كده القطع بتاعه البصل عشان تبقى كل واحده متغلفه كويس بمعلقه الدقيق اللي انا حطيتها ومعلقه من النشا. هو ده السر اللي بيضيفوه في المطاعم عشان تطلع معاكي مقرمشه، وتبقى كلها طعمها جميل جدا. انا هبدأ بقى اني اقلي كده. جبت عندي زيت كده يكون غزير زي ما انتم شايفين، وبضيف طبقة خفيفة جدا عشان ما يتلزقوش على بعض. وبتفضلي تقلبيه بقى كده باستمرار لغاية ما يوصل معاكي للون الذهبي الجميل. بعد كده بتطلعيه على مناديل المطبخ. بصي زي ما انت شايفة كده، ما شاء الله هو جميل جدا ومقرمش، وهو باين في الصورة. يعني بصي شايفة اللون مش محروق ولا حاجة. اللون الذهبي ده جميل قوي ومقرمش كمان، وشكله كده حلو قوي. حاولي لما تطلعيه ما تطلعيهوش وتقولي اسيبه يحمر، لا انتي ما تخليهوش يتحمر قوي كده عند اللون الذهبي دوت حلو. ما تزوديش عن كده عشان ما يمررش معاكي ويبقى كده ليه طعم تاني مختلف. لا هو كده مظبوط قوي لما تطلعيه بالمنظر ده. اقرب لكم الصورة بس عشان توضح اكتر شكله الجميل والقرمشة واللون الذهبي الحلو. احلى ورد بتاع الكشري عملناه النهارده بطريقه بسيطه جدا في قناه اكلات مصريه مع ام عبد الرحمن. تعالي بقى نعمل احلى صلصه كشري نحطها على وش طبق الكشري كده بطعم وريحه مميزه جدا. جبنا عندنا الحله على النار، ضفنا حوالي 3 معالق من الزيت، معلقه من الثوم المفروم، ونزلنا عليهم بمعلقه من الكزبره الناشفه. اللون بقى جميل كده معانا وذهبي فاتح. نزلنا عليهم بنص كوبايه من الخل. بعد كده بننزل معانا بعصير الطماطم يكون تقيل، اهم حاجه يكون تقيل ومتصفي. نتبلهم بقى معايا رشه من الملح، وكمان هضيف لهم الفلفل الاسود، نص معلقه كمان من الفلفل الاسود، ومع نص معلقه من البابريكا، ودلوقتي نص معلقه من السكر. السكر طبعا مهم معانا جدا في اي صلصه نكون بنعملها عشان بتعادل معانا الطعم بتاع الصلصه. كده تبلنا الصلصة وجهزناها، نسيبها بقى تتسبك على النار. وتعالي نجهز حاجة تانية. تعالي نعمل مع بعض شطة الكشري او شطة الزيت المشهورة جدا في المحلات بنفس طريقتهم، بنفس طريقة محلات الكشري. تزودي بقى الزيت كده شوية. انا ضايفة عندي حوالي 4 أو 5 معالق من الزيت. ضفت عليهم كده معلقتين من الشطة كبار. بنبدأ كده نشوحهم ونقلبهم في الزيت. بعد كده بننزل عليهم بكبشة كبيرة من الصلصة، من صلصة الكشري اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي، وبنضيفها على الزيت والشطة اللي حمصناهم دول وقلبناهم. بعد كده بنقدمهم في الطبق وبيبقى معاكي احلى شطة كشري. وتعالي نشوف بقى الخطوة اللي بعد كده. هنجهز بقى اهم حاجة جنب طبق الكشري المصري، هي طبعا الدقة. ضفت عندي كده معلقتين من الزيت، نزلت بمعلقة توم مفروم، ننزل عليهم بقى كده بنص كوباية من الخل، وعصير ليمونة واحدة، ورشة الملح، ومعايا رشة من الكمون والكزبرة. بعد كده ننزل عليهم بكوبايتين من المية. كده عملنا احلى دقة كشري زي طعم المحلات بالظبط. دلوقتي في ريحة جميلة جدا موجودة عندي دلوقتي، ولو انت قمتي جربتي الوصفة النهاردة وعملتي الدقة بتاعة الكشري بالطريقة الجميلة دي، هتشمي عندك احلى ريحة كشري بالظبط زي ريحة المحلات. وانت داخلة على محل الكشري كده بتشمي عندهم الريحة دي. انت اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة، وكمان تقولي لي ايه رأيك في التعليقات. تعالي بقى نقدم احلى صلصة عملناها مع بعض، صلصة الكشري. شايفين قوامها الجميل ولونها ما شاء الله، وريحتها كمان زي ريحة محلات الكشري بالظبط. كده جهزنا مع بعض الدقة والشطة، وده كمان معانا طبق الصلصة. مع بعض هنرتب طبق الكشري بتاعنا ازاي بطريقة جميلة جدا ومميزة. نبدأ بقى كده ونقدم. اول حاجة هبدأ اضيفها عندي في الطبقة اللي في الاول المكرونة. تعالوا بقى شوفوا معايا الرز اللي احنا عملناه بعد ما استوى. نبدأ بقى كده. تاني طبقة هي الرز
بالشعرية اللي انا عاملاه معاه العدس. اختصرت الخطوة دي. تعالي بقى شوفي معايا الحمص بعد ما اتسلق كويس جدا معانا انا هتبله ازاي عشان ما يبقاش طعمه مسلوق وخلاص. رشيت عليه رشة من الملح ورشة من الكمون. نضيف كده الصلصة. كل حاجة كده بنعمل لها شكل كده من على الحرف. في الاخر بتطلع معاكي الطبق شكله جميل زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هبدأ اضيف عندي الورد بتاع الكشري على الوش كده. احلى وجبة كاملة. والبصل زي ما انتوا شايفين كده على الوش والحمص مدين شكل جميل جدا للطبق. لغاية هنا الفيديو بتاعنا خلص. اقابلكم تاني فيديو جديد ان شاء الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.